ليبيا، بنت مقرا للبرلمان واستعدت، ثم جاء العقيد واختار طرابلس، لكن البيضاء ظلت عروس الجبل الأخضر، مدينة العسل الذي يختصر حلاوة بساتينها. سماها الإغريق بالاغراي، وعرفت بمدينة رويفع صاحب رسول الله، وله فيها مقام مشهور. وعندما نزل فيها السيد محمد بن علي السنوسي أنشأ الزوايا، الزاوية البيضاء، وسميت المدينة البيضاء. كانت مقرا للرومل ثعلب الصحراء قبل أن يهزم في الحرب العالمية الثانية مع حلفائه الإيطاليين المستعمرين. وبنفي الملك إلى مصر عادت البيضاء مدينة وادعة ينعم سكانها وتعداده الآن نحو 400,000، بأجمل مناخ في ليبيا وإن كان يقسو في الشتاء، وتحيط بهم طبيعة خلابة بأزهارها وأشجارها. في غابات البيضاء ووديانها 1800 نوع من الأشجار. البيضاء مدينة مستطيلة يقطعها من أقصاها إلى أقصاها شارع العروبة، وعلى جنبات كل شارع في البيضاء تنتثر المساجد. إنها أكثر مدن البلاد مسجدا.